قائمة أفضل 10 أفلام مصرية قابلة لإعادة المشاهدة لمرة تانية وتالتة ورابعة، والشروط اللي مبنية عليها القائمة بتاعتنا إن يكون الفيلم مسلي، وإن يكون الفيلم من آخر 10 سنين، يعني بنتكلم على الأفلام من 2014 ل 2024. القائمة دي يا جماعة هنتكلم فيها من غير ترتيب، يعني مش معنى إن أنا أول واحد قلته ده أقل واحد أو ده أعلى واحد، لا كلهم يعني سجال زي بعض تماما. ونبتدي فيهم بفيلم الحرب العالمية الثالثة للثلاثي شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي. الفيلم ده من الافلام الجميله جدا القابله لاعاده المشاهده مره واثنين وثلاثه. فيلم الحرب العالميه الثالثه ان انت ممكن تشوف جزء منه لوحده، يعني ممكن تخش تشوف حته من الفيلم كده وتقفله، مثلا انت فاضي ممكن تدخل تشوف نص ساعه من الفيلم وترجع بعد كده تكمله تاني يوم تشوف نص ساعه تانية وهكذا. ده جمال الفيلم ده. الفيلم ده تحس ان هو ايه، سكتشات كده، فيلم متقطع سكتشات ممكن يتشاف كل سكتش لوحده. فيلم رقم 2 معانا وهو فيلم اولاد رزق الجزء الاول. فيلم اولاد رزق الجزء الاول كان تجربة جديدة تماما في السينما المصرية، اللي هي تجربة الاكشن اللي فيه مسحة كوميدية خفيفة. وانا هنا اخترت الجزء الاول مش الجزء الثاني، لان الجزء الاول هو اللي انا بعيد مشاهدته يعني كتير، ولما بيجي في التلفزيون بقعد قدامه وبشوف. فيلم أولاد رزق من الأفلام اللي فيها حبكة جميلة جدا، في درجة من الدراما متوازنة جدا، التمثيل فيه من عمرو يوسف ومن أحمد عز ومن كريم قاسم برضو كمان، والشخصية الجميلة جدا اللي كان عاملها أحمد الفيشاوي دي كانت حلوة برضو جدا. الفيلم تمثيليا مستواه مرتفع، والحبكة بتاعته كمان مستواها مرتفع، وتسلسل الأحداث بتاعته سريع وغير ممل على الإطلاق. الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق حلو برضو، ولكن يعني مش بميل ليه كتير، مش بروح ليه كتير، حاسس ان هو ايه، فيلم اوفر اكسبوجر كده، فيلم متلمع بزياده شويه، على عكس الجزء الاول اللي فيلم حاسه حقيقي قوي. ويعني فيلم انا شايفه احلى صراحه، يعني الجزء الاول من اولاد رزق انا بشوفه احلى من الجزء الثاني. فيلم رقم 3 معانا اللي هو فيلم غريب شويه، ممكن يكون مش ناس كتير بتركز معاه، وهو فيلم كدبة كل يوم لعمرو يوسف ودينا الشربيني، ويعني لفيف من النجوم كده، وفي محمد ممدوح برضو. الفيلم ده جميل جدا انا بحبه، فيلم خفيف لما بيجي في التلفزيون برضو برجع اشوفه. فيلم كدبة كل يوم فيه ميزة من ضمن الأفلام اللي أنا بتكلم عليها دي، إنه فيلم قابل لإعادة المشاهدة أكتر من مرة، وفيلم حديث في نفس الوقت، بيتكلم عن مشاكل يعني relevant أو مشاكل إحنا عايشين فيها دلوقتي، بيتكلم عن مشاكل العاطفية ما بين الأزواج بشكل كوميدي لطيف خفيف شوية. وميزة الفيلم إن هو فيلم حقيقي جدا، الحاجات اللي بتتقال فيه أنا شفتها قبل كده كذا مرة. في فيلمين في القائمة دي هيثيروا الجدل جدا، والفيلمين دول من ذائقتي أنا الشخصية، ولهم فيلم سكر مر. فيلم سكر مر ده من ضمن الأفلام الجميلة جدا اللي أنا بعيد مشاهدتها، يعني ممكن على الأقل بشوفه مرتين أو ثلاثة في السنة. الفيلم ده للأسف ما بيجيش في التلفزيون، يعني نفسي أقول الفيلم ده إيه لما بيجي في التلفزيون بشوفه، ولكن الفيلم ده للأسف يعني ما بشوفوش بيجي في التلفزيون خالص. خد التيمة بتاعت سهر الليالي شوية، ولكن بيتكلم في وقته، لأن سهر الليالي برضو بيتكلم في وقت قديم شوية، بيتكلم في أول الألفينات. الفيلم بيتكلم عن العلاقات العاطفية، والفيلم ده نزل في سنة تقريبا 2015. فيلم جميل جدا أنصح بمشاهدته للي ما شافوش، ولكن برضه للمقبلين على الزواج يعني ما تشوفوش الفيلم ده، لأن يعني هيخليكوا تكشوا شوية من فكرة الزواج. فيلم تاني برضه غير اعتيادي أنا بأعيد مشاهدته الصراحة كتير جدا، وهو فيلم لمحمد خان، من الأفلام الحديثة لمحمد خان، وهو فيلم قبل زحمة الصيف، بطولة ماجد الكدواني وأحمد داوود وهنا شيحة. الفيلم من غير حرق عشان الناس اللي ما شافتوش، لأن الفيلم ده مش دارج قوي، مش ناس كتير شافته، ان في 4 اشخاص قاعدين في قرية سياحية في غير ايام الصيف، قرية من قرى الساحل الشمالي في غير ايام الصيف. ماجد الكدواني ومراته وقاعدين في الشاليه بتاعهم، وهنا شيحة قاعدة في الشاليه بتاعها لوحدها مستقلة، وفي الجنايني اللي موجود بيخدمهم او بيجيب لهم الطلبات اللي هو بيقوم بدوره احمد داوود. الفيلم ده انا بحسه فيلم هادي كده، فيلم جميل، فيلم تصويره حلو. ليه انا برجع اشوف فيلم قبل زحمة الصيف؟ فيلم مهدئ للاعصاب. انا يعني قلما الاقي فيلم احس انه هادي، فيلم بعد ما بطلع منه او بقفله بحس ان اعصابي هادية.
الفيلم ده كمان يعني فيلم لمحمد خان، فاكيد التصوير فيه او الاهتمام بالكادرات فيه بيكون مميز جدا. انا الفيلم ده انا بحس ان انا شامم ريحه اليود فيه، اليود بتاع البحر او اليود بتاع بحر الساحل واسكندريه. فيلم برضه بحب اعيد مشاهدته جدا، وهو فيلم كوميدي، فيلم بنك الحظ لمحمد ممدوح واكرم حسني ومحمد ثروت. الفيلم ده يا جماعه فيه درجه من الكوميديا خطيره، وصراحه فكره سرقه البنك اتعملت بشكل كوميدي يعني حلو جدا اكتر من اي فيلم او اي مسلسل تاني. يعني ممكن مثلا افتكر ان فكره سرقه البنك دي لما اتعملت بشكل كوميدي كان في فيلم حلق حوش بتاع محمد هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه، ولكن في فيلم بنك الحظ اتعملت بشكل مختلف وشكل حلو جدا. وفيلم بنك الحظ من الافلام المسليه جدا جدا جدا، والفيلم ده ميزته من وجهه نظري ان انا اقدر اشغله في التلفزيون كده واسيبه كل شويه ايه اشوف منه حته، ما عنديش مشكله. فيلم مش بيلزمك انك تقعد قدامه، وكمان الفيلم سريع، بحس الفيلم بيخلص بسرعه. انا ما اعرفش الفيلم ده مدته او الزمن المشاهده بتاعه قد ايه، ولكن بحس الفيلم ده بيتخطف، بحسه حلقه من مسلسل مش فيلم. الفيلم اللي معانا بعد كده هو فيلم كابتن مصر لمحمد عادل امام. الفيلم ده من الافلام الحلوه جدا اللي اتريقت على الكوره. انا عندي مشكله مع الافلام اللي بتتعمل عن كره القدم بشكل عام. يمكن افتكر منهم فيلم العالمي ليوسف الشريف، ولكن ده تناول الموضوع من وجهة نظر درامية يعني حزينة شوية الى حد كبير. معانا فيلم 4-2-4 طبعا من الافلام الجميلة جدا اللي برضو بتتناول الموضوع بشكل كوميدي. لكن فيلم كابتن مصر من الافلام الحلوة جدا اللي تضحك جدا. الفيلم ده دخلته في السينما تقريبا مرتين، ولما نزل على المنصات وعلى التلفزيون قعدت مشاهدته تاني، والفيلم ده لو نزل دلوقتي برضو هعيد مشاهدته تاني. فيلم لطيف جدا، فيه كوميديا حلوه جدا مكتوبه حلو. كوميديا فيلم كابتن مصر من الكوميديات اللي مكتوبه بشكل حلو جدا، وفيلم برضه عائلي يصلح للمشاهده العائليه. معانا فيلم لتامر حسني يا جماعه في قائمه افلام يعني قابله لاعاده المشاهده، هو فيلم البدله. فيلم البدله بطوله تامر حسني واكرم حسني، اللي كان هو يعتبر العنصر الكوميدي الاكتر. ولكن تامر حسني على فكره يا جماعه من الناس اللي بتعرف تطلع كوميديا حلوه لما بيبقى مكتوب له حاجه حلوه، لما بيبقى في حاجه يعني سيناريو معاه حلو بيطلع منه كوميديا حلوه. تامر حسني من الناس اللي دمها خفيف، انا بشوف كده. يعني ما بحبش تامر في الصعبانيات صراحه. تامر بحس ان هو الكوميدي يطلع منه كويس. المهم فيلم البدله من الافلام الجميله جدا القابله لاعاده المشاهده، خاصه النص الاول من الفيلم وافتتاحيه الفيلم بتاعت اكرم حسني اللي بيحكم ماتش ما بين الزمالك والمقصه. هو حكم وبيحكم ماتش ما بين الزمالك والمقصه. اللي ما شافش الفيلم ده واعتقد ان كل الناس شافته يعني شوف اول مشهد من فيلم البدله بتاع تامر حسني، مشهد خطير كوميديته حلوه جدا لو انت بالذات كمان ليك في الكوره. نخرج شويه من الافلام الكوميدي ونروح لفيلم انا بحبه جدا وبحب اعيد مشاهدته، هو فيلم الممر لاحمد عز او بطوله احمد عز. فيلم الممر يا جماعه من الافلام الحلوه جدا اللي انا بحب اعيد مشاهدتها تاني، لانه فيلم معمول حلو. الفيلم ده معرفش سينمائيا نجح بقدر عامل ازاي لما نزل في السينما، ولكن انا ما دخلتوش سينما، انا شفته لما اتعرض في التلفزيون. وفاكر كويس قوي فيلم الممر ده لما اتعرض في التلفزيون الناس كانت قاعده في القهاوي كأن مثلا ايه بيتفرجوا على ماتش، مثلا ماتش القمه الدوري الاسباني ولا نهائي كاس العالم، حاجه زي كده. الناس كانت قاعده فعلا ومنتبهه ومتفاعله مع الفيلم بشكل رهيب. الفيلم ده لما اتعرض في التلفزيون يعني لاقى نجاح عالي جدا. ميزة فيلم الممر ان هو فيلم ايبك او فيلم ملحمي بقدر كبير، فيلم قابل لاعادة المشاهدة كمان كتير جدا. انا الفيلم ده يعني بحب اتفرج عليه لما بيجي في التلفزيون، بحب اتفرج عليه، وممكن كمان حتى من غير ما استنى ان هو يجي في التلفزيون احيانا بروح انا للفيلم ده اشوفه على المنصات. يجي الاحدث فيلم معانا في القائمة دي وهو فيلم مستر اكس لاحمد فهمي. الفيلم ده لما دخلته في السينما يعني كنت بقول انا ما ضحكتش بالدرجه دي من زمان. فيلم حلو جدا ودرجه الكوميديا بتاعته مرتفعه جدا، والفيلم تحس ان مكتوب مش بعنايه، يعني اللي كاتبه مستثمر في الكتابه بتاعته في السيناريو بتاعه بشكل كويس. الكاست كمان بتاع الفيلم كاست حلو جدا، في شخصيات مسانده كده في الفيلم مش عايز احرقها لكم كتير جدا، هي اللي بيطلع منها الضحك. يعني مثلا في شخصيه مسانده كده بتطلع فلاشي في الفيلم كده زي شخصيه
شخصيه عمرو يوسف. الشخصيه دي طلع منها ضحك جميل جدا، وعجبني موقف بتاع عمرو يوسف في الفيلم رغم ان هو كان دور شرفي او دور عابر يعني كده. يا جماعه تفتكروا ان القائمه دي قائمه يعني ايه، قائمه سلسه او قائمه تقولوا عليها عبيطه، قائمه ايه الافلام اللي انت حاططها دي؟ الافلام غريبه قوي، تشكيله غريبه من الافلام. انا بتكلم على الافلام اللي انا باعيد مشاهدتها، ممكن تكونوا انتم مختلفين وتعيدوا مشاهده افلام تانية. وبرضو القائمه دي محكومه بافلام حديثه، يعني بنتكلم من 2014 ل 2024 في افلام طبعا باعيد مشاهدتها يعني اعظم من اللي انا قلته دول مليون مره، ولكن افلام اقدم من 2014. انا بتكلم على الفتره ما بين 2014 ل 2024. فقائمه ببساطه زي ما هو مكتوب في العنوان، انا ما كدبتش عليكم في حاجه، افلام قابله لاعاده المشاهده. واهم حاجه في موضوع اعاده المشاهده او الري ووتش ده ان هي تكون افلام مسليه، والقائمه اللي انا قلتها دي كلها بالكامل افلام مسليه. اثق ان انتوا لو شفتوها مره هتعيدوا مشاهدتها ممكن مره واثنين وثلاثه. مفنونا في قوائم جديده ان شاء الله. ولو عجبتكم القائمه اعملوا لايك من زرار اللايك اللي تحت، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.